يسعد لي صباحكم مستمعينا ومتابعينا من جديد. طبعا مستمعينا عبر الموجة 103.5 ومتابعينا على صفحتنا على الفيسبوك بوير عربي. وصلنا لفقرتنا الحوارية لليوم، وطبعا رح يكون ضيفي المهندس بشير علي من قسم إدارة النفايات الصلبة في مديرية البيئة. أهلا وسهلا فيك. ألو أستاذ بشير، أنت معي؟ ألو ألو تحية لكم ولمستمعيكم. يسعد لي صباحك. يسعد لي صباحك. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك أستاذ بشير. أهلا بكم، تحية لكم ولمستمعيكم. أهلا وسهلا فيك. يا هلا أستاذ بشير، شهدنا أمس وقفة احتجاجية لعدد من أهالي حي الهلالية، حيث اعترضوا طريق السيارات المخصصة لنقل النفايات إلى مكب رودكو، وطالبوا بإيجاد حل لمعاناتهم التي عمرها سنوات من التلوث الناجم من مكب النفايات في قرية نافكور. ما هو تعليقكم؟ بداية بالنسبة للحرائق التي تنجم في الموقع، طبعا الحرائق تتم لعدة أسباب تحتوي النفايات على مواد قابلة للاشتعال والاحتراق، وبسبب درجات الحرارة المرتفعة أدت إلى نشوب هذه الحرائق. بالنسبة لآلية السيطرة، لدينا أطفائية تقوم بالسيطرة على الحرائق وتعمل بشكل دوري وعلى مدار ساعة، ولكن في الحريق المنصرم كان كمية النيران كبيرة وكان من الصعب السيطرة عليها. بالنسبة للمعاناة التي يعاني منها الشعب في حي الهلالية، نعم. صراحة كان من المفترض إنشاء معمل لفرز وإعادة التدوير للنفايات. كان هذا الحل وفق مشروع مخطط له، ولكن الظروف التي مرت بها البلاد من قصف الاحتلال التركي ومن موجة كورونا وغيرها من الأسباب أدت إلى الحلول دون بدء تنفيذ مثل هذا المشاريع. إضافة إلى مثل هذه المشاريع يحتاج إلى خبراء ومختصين وتقنيين وتقنيات سيتم الاستعانة بها من خارج البلاد. سيد بشير، أما تفضل. بالنسبة للحل الذي الآن هو موجود بين أيدينا هو البحث موقع جديد للتخلص من النفايات. الموقع طبعا يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى خبراء في التخطيط الإقليمي لكي يحددوا لنا الموقع. إن عملية اختيار الموقع الجديد يدخل ضمنه عدة اعتبارات بيئية، اعتبارات جيولوجية والمياه الجوفية وغيرها. يتم حاليا البحث عن موقع جديد ليتم تطويره ليصبح مطمرا صحيا ليتم تصريف النفايات إليه بطريقة صحية وسليمة. سيد بشير، لم يصدر عنكم أي تصريح رسمي حول مطالب المحتاجين حتى الآن، لماذا؟ لا، خرجنا على شاشات التلفزة وخرجنا على الإذاعات وقدمنا تصاريح لجميع الوكالات. لم نكن يعني كنا شفافين مع الشعب بخصوص هذا الأمر. المشكلة ليست بجديدة ومعاناة الأهالي تتفاقم يوما بعد يوم. لماذا لم يتم الوقوف على هذه المشكلة حتى الآن رغم الوعود الكثيرة؟ كما ذكرت لك أن بداية لنناقش الأمر كمية النفايات التي تصل إلى موقع مكب نافكور. طبعا الموقع كان قد اختير ليس في زماننا، كان قد اختير في زمن النظام وكان يستخدم للتخلص من النفايات. بالنسبة للنفايات كميتها زادت بسبب زيادة الكثافة السكانية والهجرة وغيرها. الأمر الذي زاد من كمية النفايات المتولدة التي تقدر بحوالي 300 طن بشكل يومي ترد إلى موقع النفايات، حيث نعمل بكل جهدنا ونعمل ضمن الإمكانيات المتوفرة لطمر هذه النفايات
بالتربة، الأمر الذي يجعل منها أو التخلص منها بأقل الأضرار البيئية. أها. كمان يا ريت لو تحكي لنا عن أسباب التأخر في إيجاد حل جذري كونها معاناة عدد كبير من الأهالي سواء في مدينة قامشلو أو قرية نافكور. كما ذكرت لك أن عملية إدارة النفايات الصلبة عملية معقدة تحتاج إلى ذكرنا لك عدة حلول قمنا بالعمل عليها، بداية أها. الحل على إنشاء معمل للفرز وإعادة التدوير. المعمل طبعا يعني تقنية التي سيتم تشغيل بها تقنية معقدة، وإنشاؤه ودراسته يحتاج إلى خبراء كان من المفترض الاستعانة بهم من خارج البلاد. أما بالنسبة للحل المؤقت الذي نعمل عليه هو إنشاء أو البحث عن موقع جديد لتحضيره ليصبح مطمرا صحيا يخدم لمدة 2 حتى البدء بإنشاء معمل الفرز وإعادة التدوير. طيب أستاذ بشير، التلوث الناجم عن هذا المكب طال مياه الشرب، وكان لأهالي قرية نافكور شكاوي سابقة حول تلوث المياه بسبب وجود المكب في محيط القرية. يا ريت لو بتحكي لنا بوضوح عن هي المشكلة، مشكلة تلوث مياه الشرب. على بالنسبة البعض يقول أن هناك آبار التي يصل إليها التلوث ربما هي الآبار السطحية القريبة من الموقع. أما بالنسبة لآبار الشرب التي تخدم مدينة قامشلو فهي آبار عميقة وهي بعيدة عن التلوث. لساتك عم تسمعني أستاذ بشير؟ إيه تمام. بس لو تعيد آخر جملة لأن الصوت راح. بالنسبة للآبار التي ربما وصل إليها التلوث هي آبار سطحية وقريبة من الموقع. أما الآبار المياه التي تخدم مدينة قامشلو أو جزء منها فهي آبار عميقة بعيدة عن التلوث. طيب بحسب طبعا متابعتنا كانت لهيئة البيئة والبلديات تصاريح سابقة حول العمل على مشاريع لمعالجة النفايات في المدينة بهدف إعادة تدويرها. هل بالفعل تم العمل عليها أم بقيت حبرا على ورق؟ طبعا ولوين وصلتوا في تنفيذ مشاريع التدوير؟ كما ذكرت لك سابقا أن مشروعنا لإنشاء معمل وقيد الدراسة وقيد يعني التحضير، لأنه يحتاج إلى دراسة حتى لا نقوم بإنشاء مشروع دون دراسة مسبقة والوقوع في مشاكل والوقوع في فشل بالنهاية إلى فشل المشروع. والمشروع يعتبر مشروع جديد في المنطقة كما تعرفين أنه لا يوجد هكذا مشاريع، ذلك يحتاج إلى دراسة معمقة. وبشكل عام الأمور النفايات أو إدارة النفايات تحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى وعي من قبل الشعب ويحتاج إلى تكاتف من قبل الشعب والإدارة لإنجاح مثل هذه المشاريع. سيد بشير، جزء من هالمشاريع تم توقيع عقود، وبعد هذه العقود وصلت قيمتها إلى أكثر من 200 مليون. ماذا عن هذه العقود وأسباب عدم تنفيذها أي منها حتى الآن؟ ما بعرف، لا أريد أن أكرر كلامي ولكن كنت واضحا معي عن الأسئلة وشرح التفاصيل. ذكرت لك أن هذه المشاريع تحتاج إلى خبراء ويحتاج إلى تقنيات تشغيل يعانى بها من خارج البلاد. وهذه الأمور التي وقفت عائقا أمام مثل هذه المشاريع. كان من المفترض إنشاء مشاريع صغيرة يعني بشكل مصغر كتجربة للاستفادة منها. نعم. هذه تمام. طيب لازلنا في موضوع الشكاوي. أيضا يشتكي بعض الأهالي من وضع حاويات القمامة في الأماكن الغير مناسبة على مداخل الشوارع. هل تم النظر في هذا الشكاوي ووضع حلول لها سيد بشير؟ نعم يتم النظر على جميع الشكاوي ويتم أخذها بعين الاعتبار ليكن شعبنا على دراية بذلك. نحن كما ذكرت لك نعمل ضمن الإمكانيات المتوفرة ونعمل بكل جهدنا لإنهاء مثل هذه القضايا والمشاكل البيئية. فهي يعني نحن أيضا نعيش في هذه البلاد ونحن أيضا نعيش في هذه المدينة. نعاني من المشاكل التلوث جميعنا يعلم، ونحن على دراية
المخاطر البيئية والمخاطر الصحية بمثل هذه القضايا. سيد بشير، من الذي يضرم النار في النفايات، ولما لا تخصص البلدية حارسا للمكب لتلاقي أو لتلافي ظاهرة إشعال النار فيها؟ كما ذكرت لك، إشعال النيران تحدث في النفايات ربما لعدة عوامل، ويمكن تحدث، يعتقد أنها إن كانت حدثت بفعل فاعل فإننا قمنا بتخصيص حارس للموقع، ولكن النيران تحدث بشكل طبيعي ضمن النفايات يتم السيطرة عليها. وكما ذكرت لك، موجة ارتفاع الحرارة الكبيرة كان عاملا مساعدا لإشعال النيران والحرائق بشكل كبير. ربما بعض النابشين والباحثين عن المواد البلاستيكية ضمن الموقع ربما هم أيضا يقومون بإضرام النيران، ولكن نحن وضعنا حراسة نهارية وليلية ضمن الموقع لمنع تكرار هذه الحوادث. سيد بشير، كلمة أخيرة لك تريد أن تخبرنا به؟ بالنسبة للمشاكل التي تحدث، ربما بعض من أهالينا يعتقد أننا نعطيها الجدية أو لا نعمل عليها. نحن نعمل كما ذكرت لك وفق الإمكانيات وضمن الظروف الصعبة التي تواجهنا وتواجه البلاد. نحن نعمل كامل بذلك لتقليل الأضرار وتقليل الحرائق التي تحدث. وشكرا لكم. شكرا لك، وأنا كمان بتشكرك لوجودك معنا سيد بشير، المهندس لإدارة النفايات الصلبة في مديرية البيئة. بتشكرك كتير. شكرا لكم. يسعد لي صباحك كمان. وصلنا لنهاية فقرتنا الحوارية لهاليوم. بعد موجز الأخبار باللغة العربية مع زميلة شيرين سيدو رح نواصل فقرات عطر الصباح، استنونا.